لماذا لا توجهون هكذا خطاب صوت المرأة عورة لمغنيات الملاهي وأنتم تستقدموهن إلى أفراحكن ليحيون الأفراح والليالي الملاحة؟ لماذا لا تقولون صوت المرأة عورة وأنتم ترقصون في مواقع التواصل الاجتماعي على كلمات موسيقاهم؟ لماذا لا تقولون صوت المرأة عورة وأنتم تعلمون بناتكم وأبناءكم كلمات هؤلاء من مغنيات الملاهي؟ لماذا لا تقولون صوت المرأة عورة وأنتم تبيتون الليل تتسامرون مع الرجال الأجانب في بثوث مباشرة ما أتى الله بها من سلطان تستمر إلى ساعات الصباح الأولى؟ لماذا لا تقولون صوت المرأة عورة إلا حينما يصدح صوت المرأة بالحق؟ لماذا لا تقولون صوت المرأة عورة إلا حينما تستمعون إلى الباطل فتحولون الباطل إلى حق والحق إلى حق؟ أنا ما أعلمه علم اليقين أن الله عز وجل في محكم تنزيله، وإن كنت لا أحفظ الآية، ولكن في مدلول هذه الآية فيما يتعلق بإخضاع الصوت أنا ما أعلمه وما أتذكره أن الله عز وجل قال في محكم آياته فلا تخضعن بالقول. ذهبت للبحث عن ما يعني هذه الكلمة فلا تخضعن بالقول، فأدركت أن معناها ذلك الدلع والتغنج في الكلام، ذلك الكلام أو الصوت الذي يراد منها أمور غير الإصلاح.